السلام عليكم. يحكم في وقت سيدنا سليمان عليه السلام من طائر نزل له على بركة ليشرب منها، ولين حولها فتية هابهم وانتظر الين غادروا. خالفهم رجال له دقن استأمن الطائر ونزل يشرب، افخذ له الرجل ذا حجر وحذف به الطائر ولين فاق عن عينه. صاح الطائر وطار لين وصل سيدنا سليمان عليه السلام شاكي. استدعوا راعي الفعل ذا وقالوا هل تطلب الطائر ذا بشيء؟ قال لا. قالوا أجل حكمنا عليك انها تفقع عينك بسواتك. ويوم شلوه ينفذون فيه الحكم بصاح الطائر، وقال عينه لم تؤذني ولكن لحيته اللي خدعتني، فأنا أحكم ان لحيته اللي قص على أساس انه لا يخدع بها غيري. أصبح الدين عند البعض الله يجينا وانتم ممارسات شكلية وعادة اعتادوا عليه، كسبوا من خلالها سمعة ورفعوا رصيدهم الاجتماعي وعباية، غطوا بها بعض الخصال اللي والله انك تخزن وانت مالك فيها. بعضهم الله يجينا وانتم